ازيكم يا فرانس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ اروح النهارده السوبر ماركت علشان اشوف الاسعار وكده معاكم. انا في حتة كده مول، في يعني مول مفتوح في قفل من كرة الحصار. مام يلا شوف جاه اسعار التلفزيونات. وريني كده 10 لا ب 18000 التوشيبا 58 بوصة 14000 كام 50 بوصة 15000 50 بوصة. ال جي مش عارفة كام كده ب26000 27,000. توشيبا 65 بوصة بسعر 27,000 وبسعر 25,000 ليرة. ها أوه. أسعار البوتاجازات اهي. السامسونج ب32,000 يا أصدقائي. يا لهوي التلاجات ولعت، واللي جنبيها ب21,000. جديدة اسمها تي جي ال ب18,400. تلفزيون اندرويد ب8500 40 بوصة. ديت التكييف الصحراوي اللي زي عند بتاع امي بالظبط ب10,000، وفي 575. إيه حاجة غريبة، لا في حاجة غلط ولا انا شايفة صح؟ واحد ب10,000 والتاني ب575، ازاي ده؟ مش فاهمة بس هو ده. ايه ده بقى؟ مايكرويف ده ولا ايه؟ ده فرن فرن 5000 ليرة. بتاع السبيل ده ب3300. ده اسعار العجل بقى ب32. يا لهوي ب33,000. يا لهوي انا كنت عايزة اجيب لي عجلاية، يا لهوي ولا هجيب ولا نيل. 35,000 ودي ب24,000. لا ده الاسعار غالية قوي بتاع العجل هنا. ايه لا الاسعار غالية قوي 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 بتاع العجل. المكاوي ب1200. المكاوي يعني سعرها في الحد المعقول. الارثروم دي معقولة برضو، ماركة مشهورة. في اسعار 665 و700 ليرة، اسعار كويسة. والسشوار برضو مكانس فيليبس 2029 2200 يعني سعرها معقول المكانس. الحاجات اللي تحت دي بس دي اللي هي المساحات ديت سعرها 1000 ليرة، كويسة برضو. خلاطات 2500 والهاند بلندر والحاجات دي ب700 ليرة والحاجات دي. والله بفكر انا عايزة اجيب عندي هاند بلندر، والله عندي هاند بلندر. اسعار يعني معقولة. عايزة اجيب لي واحد من ده برضو، ماليش حظ في الحاجات دي، كل ما اجيب واحد يطلع مضروب. الحاجات اللي هي بتاعت الشوي ديت وبتاعت التوست والحاجات بتاعت التوست دي 1819 ليرة، 1300 1400. حاجات التوست والحاجات دي، حاجات التوست يعني جزء بحبه في السوبر ماركت. يا لهوي حلو قوي والله، بس ماليش حظ، اولادي بيبوظوا كل حاجة، كل ما اجيب اي حاجة بيبوظوها ويكسروها. طيب 137 الكوبايات، وفي 200 في 230، والكاسات 137 ليرة.
جزم والحاجات دي اسعارها يعني 120 160. الحاجات البلاستيك ديت ما بين 120 ل 160 اللي هي الشباشب البلاستيك. بتاعت الرجاله ارخص طبعا 115 عشان كده بيحطوا لهم حاجاتهم في اول رف في المول يلا يلا يا رجاله اهو 115. حاجاتنا احنا ب 160 عشان تعرفوا بس اللي احنا ايه يعني ايه حاجاتنا غاليه والله. يعني مفيش ست بتطلب جامد، هي الاسعار هي اللي غاليه. اي كلام. بصراحه الجوده مش اللي هي برضو، بس هي الاسعار بقت كده للاسف. عشان كده الواحد بيروح للحاجات المستعمله. نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه اهو 299. البطاطين بتفكرني ببطاطين الجيش اللي كانوا بيدوها لاخواتي. والله كانت بتشوك تشويك، يا لهوي على التشويك اللي كانت بتشوكه. واحد ما كانش بيعرف ينام بالليل بتفكرني بالحاجات دي. طيب بس دي طبعا جودة حلوة وناعمة وكده، والحاجات دي بصراحة ناعمة برضو. اللي هي بيسموها مش عارفة ايه بيسموها ديت ايه، اللي هي المفارش بتاعت مش عارفة اسمها ايه يا اصدقائي والله مش عارفة. اللي هي اللي عاملة بطانيات بطانيات بطاطين. مخدات برضو. المخدات مخدات اهي. بصوا يا فريندز، ربنا يسترها. انا قلت اروح الماركت ده عشان خاطر عارفه اخد براحتي. هو اكبر ماركت في السوق في منقرة حصار هنا، عشان اقول لكم الاسعار في تركيا، فاخد راحتي بقى وكده. هو ده الماركت الوحيد اللي اخد راحتي فيه. مهيتاب دي ماركه تعبانه شويه في الطاسات، يعني مش احسن حاجه، بس هي اكتر حاجه موجوده في الماركت. حتى تلاقوها في بيم، تلاقيها في شوك، تلاقيها في كل مكان، لان هي اسعارها رخيصه. بس طبعا مفيش احسن من تيفال والماركات الغاليه، بس للاسف غاليه جدا، غاليه. بس يعني تقضية حاجه. الناس تجيب تيفال منين؟ تيفال شوف كده التيفال سعرها كام اهي التيفال سعرها 1000 و1000 ونص. الواحد يقعد يبيد على الواحد يا لهوي على السعر. تيفال باك تيفال باك 1400 التيفال والحاجات دي. الاسعار يا اصدقائي على قد ما اقدر بحاول ان انا اوريها لكم والله اهي. والحلل والصواني والحاجات دي اهي. احنا لما كنا في مصر اشترينا طقم تيفال يا اصدقائي، عشان هنا التيفال بصراحه غالي قوي. يعني حله واحده ب 1400 غالي قوي. انا كنت زعلانه، قلت بقى ده التيفال التركيه هيكون احسن، بس لقيته ان هو التيفال واحد بصراحه. يعني لقيته التيفال ده زي الطقم اللي احنا مشترينه، بس انا مش قادره ان انا استخدمه دلوقتي علشان اولادي ما يعني بيبوظوا كل الحلل، فمخلياه يعني لحد ما اولادي يفهموا شويه ان شاء الله. انس كرشتين يا ابني الحاجات دي مش بتاعتنا يا ماما ابني. في خصم بمناسبة عيد الأم، فعلشان كده اشترينا طاسة كريب. المجات أسعار المجات. مفيش مج بيقعد في البيت يا أصدقائي والله العظيم، فعشان كده بروح أتفرج بس وأمني نفسي لحد ما ما ربنا يسهل يعني كده والعيال يفهموا. بيهزروا بالمجات والكوبايات. ده احسن السيشن، ده احسن السيشن انا بحبه بصراحه. احسن يعني بارت انا بحبه في اي مول كله، اللي هو الاطباق والحلل
والكوبايات والمعالق والحاجات الحلوة دي احسن حاجة. الملاحات بقى صواني برضو. الحاجات برجام ديت بصراحة صوانيها ممتازة جدا جدا بصراحة. جربت مرة واحدة على النار الحمد لله ما فرقعتش الحمد لله. جميلة جدا الصواني ديت. احمد شنو سبتها ايه؟ الحاجات الحلوة بقى بتاعت بتفكرني بمحلات 2.5. حلوة والله اسعارها حلوة قوي الحاجات دي. الجزء ده اسعاره حلوة كده وابن حلال. ها برضو الواحد ب20. المعدن سيو هنا والصودا هنا مشهورة جدا في تركيا يا اصدقائي. يعني حتى لما الواحد بيروح يزور بيت او كده بيدوله المعدن سيو او الصودا ديت، فتلاقيها هنا موجودة بكثرة في تركيا اكتر من استهلاك البيبسي نفسه. حاجات الشاي بقى، الشاي التركي والحاجات دي كلها اسعاره 103 ليرة و174. الشاي التركي بقى هنا الماركات التركية واسعارها وردة. شاي 124 شاي ليبتون. هو ده الدقيق اللي انا بستخدمه في المعجنات. المناسب الموجوده في تركيا هو ده الدقيق اللي انا بستخدمه. سينان جول هو ده الدقيق. احسن دقيق بصراحه ريحني، احسن حتى من اشهر ماركه. مشهور قوي سوكي دي مشهور جدا، بس الماركه بتاعت سينان جول ديت هي احسن ماركه انا استريحت عليها بصراحه. في طبعا الدقيق بتاع ميجروس نفسه بتاع المحل نفسه بيكون بسعر مخفض. حتى لو انت لاحظتوا السعر اي محلات بتعرض الدقيق بتاعها او الرز بتاعها بيكون ارخص شويه من التاني، من السعر الدقيق التاني يعني الموجود، على اساس يعني ايه الناس تاخد منه وكده. حتى العاشوره برضو بيبيعوها يا اصدقائي اهي. فين العاشوره اهي الجاهزه. بصراحه انا ما جربتش الكيكات الجاهزه قبل كده، بس عايزه اكيد اجربها في يوم ان شاء الله. اللي عنده تجربه في الحاجات دي يقول لنا يا اصدقائي في الكيكات الجاهزه والحاجات دي. يعني انا نفسي اعمل التريليتش بصراحه وخايفه، فلقيت كده كيس جاهز فقلت يمكن اجربه، بس برضو خايفه لا ما اشتريتوش. السكر بقى والحاجات دي. yapıyorsun? Anlamıyorum. Buradan alacağız kasası. Burası kasa. Kasa mı burada? Ha. Sen kendine para ödeyeceksin mi? Evet, buradan ödeyeceksin. ها دي الكاسة ديت الكاشير الجديد. ده الكاشير الجديد يا أصدقائي، تخيلوا الكاشير الإلكتروني. Çok eğlenceli. Şaşırdım. Bir Oo. dakika dur. Oğlum bir dur. Oğlum bir sus tamam. Ozcan ne oldu? Tamam sana vereceğim dur. اهو اول مره اشوف الكاشير الالكتروني ده. Tamam gel. وجان ابني عايز يحط بنفسه اول مره يشوف برضه فعايز يجرب. Kesinlikle bir kere denemek istiyorum في يوم اكيد. اهو بيوريكم اهو اصدقائي. Oğlum bir sus. Yavrucuğum.
اولدومو. الكاشير الالكتروني. يا ربيع والجو بديع. يلا بالراحه يا ماما. احنا في جنينه كده اسمها عقار شاي. عقار شاي دلوقتي يعني الناس بدات اللي هي تروح ليها في الصيف بقى ان شاء الله يا اصدقائي. ابقى اوريها لكم. الناس بتبقى فيها، بس جميله جدا بصراحه. فرصه ان انا اوريها لكم واصورها لكم في الروقان دوت. جمال الربيع في تركيا. في يوم يا اصدقائي ان شاء الله بفكر ان انا اعمل مربى الورد. مربى الورد صاحبه اسماء اسمها نور في تركيا كانت عملتها قبل كده. ان شاء الله اللي انا اعملها يعني اذا جات لي الجرأة اللي انا اعملها. طبعا العقارات والمباني اللي قدام عقار شاي اللي هو اسم النهر ده يعني وصل لحوالي 4 مليون و5 مليون و6 مليون وفي اكتر كمان. كده ورد مكان الورد اللي بنبوظه فلقيناه كده مرمي في الجنينه. فهناخد الجذر كده بتاع شويه كده مرميين هناخدهم ونحطهم في البيت. Enes çekil oradan. Çekil çiçeklerin başından babacığım. ايه خليني بقى اجاوبكم على بعض الاسئله اللي انا سالتها كده في اللايف. هل الاتراك رومانسيين؟ بصوا يا اصدقائي. زي ما سمير غانم ودلال عبد العزيز قالها قبل كده. بتقول اول ما احنا اتجوزنا كان قبل ما نتجوز كان على طول بيجيب لي ورد وكان بيشتري من الراجل وهو ورد وهو راكب العربيه. بعد ما اتجوزوا فالراجل بيقول له اشتري ورد قال له لا احنا خلاص اتجوزنا. فهي دي الرومانسيه يعني اللي عارفين بقى وكده. الرجاله قبل الجواز او الكلام ده بتجيب ورد بتجيب هدايا الحاجات دي كلها. لكن بعد الجواز الحاجات دي بتقل والاطفال والمشغوليات والشغل والحاجات دي كلها. فعشان كده تلاقوا يعني ايه الوضع مختلف شويه. لكن هم رومانسيتهم دي بتبان في حاجات تانية. يعني مثلا يخرجوا الست في الويك اند في اجازه نص الاسبوع اجازه اخر الاسبوع ليوم السبت او يوم الاحد تلاقيهم رايحين مول رايحين حفلات شوي رايحين يزوروا اهاليهم والحاجات دي كلها. في نظرا كمان ان تركيا هنا طبيعيه قوي وفيها اماكن طبيعيه قوي فتلاقي الناس هنا يعني في مساحه للواحد يخرج ويروح يقعد مع عيلته والكلام ده كله. لكن في مصر للاسف الشديد يعني مفيش يعني الجو عامه يعني عامه المناخ والاماكن الطبيعيه وكجبال وكسهول او الحاجات دي كلها مفيش قوي في مصر. فعشان كده تلاقوا ان مفيش حاجه مناسبه قوي. يعني الواحد فرح قوي بحديقه الازهر والازهر باركن اللي هو يلاقي الواحد متنفس في القاهره للناس. لكن هنا هتلاقي مثلا كل جنينه في كل شارع في جنينه والكلام ده كله. في بارك كده للاطفال اللي هم يقعدوا يلعبوا فيه ففي متنفس.